بسم الله الرحمن الرحيم. أبلغت منصة باينانس رسميا مستخدميها يسحبوا المبالغ اللي أودعوها بالدولار الأمريكي لأغراض الاستثمار في العملات الرقمية. السبب هو أن السلطات الأمريكية، هذا الكلام اليوم، سوف تجمد الإيداع والسحب من المنصة. هذا يعتبر تطور مهم جدا في الموضوع بعد ما رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC قضية ضد مؤسس باينانس تشانغ بينغ زاو وباينانس نفسها في أمريكا، وطلبت من قاضي أمريكي أن يتم تجميد كافة أصول الشركة. الهيئة وجهت 13 تهمة لباينانس، ومنها تهم بالاحتيال وإساءة استخدام أموال المستخدمين. لتأكيد الخبر، هي أيضا منشور من وكالة الأنباء العالمية رويترز، وهي الخبر من موقع باينانس نفسه. الشركة أعطت المستخدمين لغاية يوم الثلاثاء القادم الموافق 13/6/2023. طبعا إذا ما عندك فلوس في باينانس معناته اسحبهم. إذا عندك عملة رقمية ما في مشكلة، أعتقد بضلها موجودة، لكن لما تيجي بدك تسيلها مش راح تقدر تسحب الفلوس، يمكن تضطر أنك تنقل على منصة ثانية. أيضا الشركة قالت أنها مضطرة لهذا الشيء، حيث أن هناك إجراءات عدائية على وفقا لهم، يعني عدائية ومستفزة من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تجاه قطاع الأصول الرقمية الأمريكي. طبعا مثل ما قلنا سابقا، الهيئة قاعدة بتنفذ الأمر التنفيذي اللي أصدره بايدن بخصوص الأصول الرقمية. هاي مش النهاية بل هي البداية. بايدن ناوي يقضي على العملات الرقمية بأي طريقة. بالمناسبة باينانس لديها أكثر من 120 مليون مستخدم من حول العالم. هذا الإجراء سيتأثر به أي مستخدم لمنصة باينانس الأمريكية. يعني إذا أنت كنت فاتح حساب مع باينانس الأمريكية، معاك ليوم الثلاثاء 13/6/2023، إذا عندك دولارات تسحبهم. الإيداع توقف اعتبارا من يوم 9/6/2023، يعني لا تستطيع أن تودع أي دولار في باينانس الولايات المتحدة الأمريكية. ثانيا، المنصة مستقبلا لن تقبل ودائع بالدولار. المنصة قررت أن تصبح فقط منصة عملات رقمية مشفرة، يعني بدك تشتري عملة رقمية تدفع بعملة رقمية. حرصا على مستخدمي باينانس من المتابعين، أنا ارتئيت أني أوصل هاي المعلومة. بلاش تظل فلوسك في عندهم محجوزة، حطهم في جيبتك وريح حالك. وضع الكريبتو ما يطمن. يعطيك العافية.